السلام عليكم. بتاكل صح ولسه تعبان؟ ممكن يكون المشكلة مش في الأكل، في النوم. اللي بيحصل في رمضان إننا بننام متأخر ونصحى بدري. تأثير لخبطة النوم دي على الجسم إيه؟ بتلخبط لي هرمونات الجوع، بتلاقي فيه جوع أكتر وحرق أقل. بتلاقي في ناس برضو في رمضان بتسهر لحد الفجر ونومها بيكون متقطع، ممكن تنام على 5 6 مرات 7 مرات، وده غلط كبير جدا. حل بقترحه من عندي للناس اللي بتنام نوم متقطع: ممكن تقعد تنام على 6 7 مرات. حاول تنام مرة بعد التراويح، مرة حتى لو قصيرة، ومرة تانية بعد السحور. الخلاصة إن تظبيط النوم هيديك طاقة أفضل وشهية أفضل، ومش هيحسسك بالجوع في رمضان. وخليك فاكر إن نومك جزء من نظامك الغذائي. استنونا، وبكرة إن شاء الله هنتكلم على تأثير الحالة النفسية على الأكل.